نجم المباراة الأول. مساء الخير يا كابتن عبد الواحد. مساء الخير يا كابتن. ازي أخبارك؟ هار لك النهارده نقطتين. والله يا كابتن فعلا الحمد لله على كل حاجة، بس كان النهارده كسبنا 3-4 ماتشات بنكسب ماشية بشكل كويس. فيمكن التعادل النهارده أثر فينا كلاعيبة كلنا يعني. بس الأداء النهارده بتروجيت أكثر خطورة، وأنت يعني يمكن اخترناك نجم المباراة، جات لك فرص كتيرة جدا صدت لها ببراعة، وده اللي عامل استغراب. يعني الزمالك بعد الفوز في 3 لقاءات متتالية النهارده يعود لخسارة نقطتين، هو في أشد الحاجة ليهم عبد الواحد. بس اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، احنا بنلعب كل 4 ايام مباراه. نعم. ده ضغط كبير علينا احنا كلاعيبه نادي الزمالك واللعيبه يعني نفسها. انت مطالب كل مباراه انك بتكسب. يعني في سواء الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي، الفرقه اللي هي بتنافس على البطوله دايما بيطالب منها ان كل مباراه انها تكسب، فبتبذل مجهود اكتر يعني. نعم. فانا شايف ان التعادل النهارده ما يقللش مننا، بالعكس يعني. طبعا بدافع علينا للمباريات اللي جايه، واحنا كل 4 ايام ماتش. حتى اتكلمت مع اللعيبه، وكابتن حسن اتكلم مع اللعيبه النهارده المباراه دي، ونفكر في المباراه اللي جايه. نعم طبعا. انت تصوير جدا يا كابتن، خسرنا الدوري في اخر السنه اللي فاتت، في اخر 4 اسابيع او اخر 5 اسابيع. الدوري تصوير جدا، واللعيبه لازم تركز في الفتره اللي جايه، وانا واحد منهم اكيد طبعا. ان شاء الله نعوض نفسنا على النقط اللي بنفقدها دي. لما بتلعب مباراه زي دي وبتتقدم 1-0 ومباراه صعبه، بيبقى على الاقل الحفاظ على الهدف. يعني برايك ايه اسباب الثغرات الدفاعيه واللي خلت يبقى الحفاظ على الهدف صعب، والتعادل كان بدري جدا من فريق بتروجيت عبد الواحد؟ بس انا اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، احنا الشوط الثاني احسن من الشوط الاول بكتير يعني. طبعا احسن بكتير، احسن بكتير، بس مش مستوى الزمالك برضه. ما هو مش مستوى الزمالك. انا قلت لحضرتك مش هكرر كلامي ثاني، بس هو الضغط كتير قوي على اللعيبه، وكل 4 ايام ماتش حضرتك لعيب كوره وعارف يعني. نعم. وانت لما بتطالب منك انك تكسب كل مباراه برضه طبعا نعم، وبيعمل لود عليك اكتر يعني. لكن اللي هي الهدف النهارده انا شايف ان هو يعني يمكن سرحان، بس حاجه سرحان مش اكتر يعني. نعم. في حاله سرحان بسيطه، هو ده اللي اثرت في الهدف. هل ده ممكن ياثر على معنويات لعيبه الزمالك، ولا هي مباراه وانتهت، خاصه انتم ما خسرتوش يعني؟ نعم. لا الحمد لله، زي ما حضرتك بتقول احنا الحمد لله ما خسرناش طبعا. اي نعم التعادل بالنسبه لنا احنا يعتبر خساره، لكن ما خسرناش، ده الاهم يعني. واللعيبه طبعا عندنا بعد 4 ايام ماتش، ده مش هنتاثر بالماتش ده، فلو تخسرنا الماتش ده اكيد هياثر على الماتش اللي جاي. لا نعم. كلها الحمد لله النهارده كده كابتن حسن وانا اللعيبه الكبيره قعدت مع بعض، خلاص ننسى المباراه النهارده ونفكر ان شاء الله في المباراه اللي جايه. الجهاز الفني بعد المباراه كان غاضب ولا كان راضي عن النتيجه؟ ما كابتن حسن في ميزه ان هو ما بيتكلمش خالص بعد المباراه. هو بس بيتكلم حاجات تهدي اللعيبه وخلاص، وبعد بكره بقى بيبدا الكلام. يعني لو في ثغرات، لو في اخطاء، لو في حاجه عايز يتكلمها بيتكلمها بكره، حتى يكون اللعيبه كلها هديت واللعيبه كلها بدات شافت نفسها، او كل واحد بيحس بنفسه حتى يبقى متقبل الكلام يعني. لما بعد المباراه على طول لو حصل كلام، اعتقد ان كل واحد بيبقى مشحون، كل واحد بيبقى متضايق جواه، فما ينفعش الكلام حتى. هل في اي ملاحظات؟ دي ميزه الحمد لله عندنا في الجهاز الفني. واللعيبه عامه الحمد لله. في ملاحظات على التحكيم او حاجه النهارده؟ لا مفيش حاجه. شكرا جزيلا عبد الواحد السيد. اخذ الكابتن صلاح سليمان ايضا لاعب نادي الزمالك.